ورجعنا لكم من تاني مع نجمنا النهارده الكابتن نادر السيد. كابتن نادر، حضرتك كنت في الثوره، كنت مشارك وقت طويل جدا، كنت بتتكلم بحريه، كنت بتتكلم دعم الشباب، دي كانت الافكار والحريه والعداله الاجتماعيه، يعني حاجات كتير جدا يا كابتن نادر كانت من علامات الثوره. انا طبعا ما بحبش اتكلم في السياسه، بس هحاول انقلها للرياضه. كابتن محمد يوسف النهارده بياخد، الكابتن حسام موجود، بندفع بالشباب، وحاجه كويسه جدا من اداره النادي الاهلي اللي هي تدي الثقه للكابتن محمد يوسف. شفت الكابتن محمد يوسف ازاي او تقييمك في الماتشات القليله اللي لعبها؟ الحقيقه يعني انا بتكلم مش عشان محمد يوسف دلوقتي موجود او هو كان زميل طبعا سابق واخ وصديق في نفس الوقت، ان يوسف كان بيبدو عليه علامات القياده، يعني لان المدرب الناجح هو اهم شيء فيه هي الصفات القياديه. فالحقيقه يوسف احنا متربيين مع بعض ولعبنا فتره طويله جدا مع بعض، انسان محترم جدا ومؤدب جدا ومتواضع جدا، وفي نفس الوقت كمان عنده شخصيه قياديه يعني. فيمكن دي تديله نجاح كبير جدا، وفي نفس الوقت خبراته السابقه كلاعب وتجارب الاحتراف، وكمان وجوده مع مانويل جوزيه ووجوده مع حسام البدري بيديله، وفي نفس الوقت يمكن بيدرب من زمان. يمكن محمد يوسف اشتغلت معاه شويه واحنا في لما رحت 6 شهور امبي، كان موجود مع هاني رمزي. فانا بتكلم ان هو مش مدير فني ممكن من النهارده، انت بتتكلم في 6 سنين مثلا هو بيشتغل في التدريب. انا شايف ان بالعكس ده اختيار موفق جدا من اداره الاهلي، وفي نفس الوقت كمان دفع للدماء الجديده في التدريب. ده ما قللش من الخبرات، انما التدريب هو متطور، يعني ما ينفعش انك انت تشتغل فقط في التدريب من غير ما تطور نفسك، من غير ما تقرا، من غير ما تطلع، من غير ما واعتقد ان يوسف ابتدى المشوار بشكل جيد جدا في سواء كان في التحضيرات او اللايسنس اللي هو يعني الرخصه التدريبيه اللي هو بياخدها، وجوده في لايبزيج لفتره طويله جدا في المانيا، وقعد ودرس فهو ما اكتفاش، لان البعض ممكن يكتفي بخبرات سابقه ويدرب بيها، انما يكون عندك خبرات سابقه ويكون عندك كمان علم. فانا شايف ان الحقيقه الاثنين موجودين مع الصفات القياديه، فثلاث حاجات بيصنعوا مدرب ناجح. محمد يوسف انا شايف ان هو مش بس دي البدايه مع النادي الاهلي، انما ان شاء الله هيكون ليه انطلاقه كبيره جدا. طبعا كل التوفيق للكابتن محمد يوسف، شخصيه برضه محترمه، وهو فعلا زي ما انت قلت قائد بمعنى الكلمه، واللعيبه كمان بتحبه وبتحترمه. وكابتن نادر، خلينا نروح لنادي الزمالك ايضا. النهارده في كلام كتير، ونادي الزمالك متاخر، اللي هو مثلا لو مستر فيرا مش هيبقى موجود. مهم جدا نعرف المدرب بسرعه، وايه المانع اللي الكابتن اسامه نبيه يبقى موجود هو اللي يكون. ده راجع لقرار النادي، يعني انا طبعا اسامه برضو لعبنا مع بعض فتره طويله، واسامه برضو من الشخصيات الهاديه والمحترمه، ويمكن هو بيفرض احترامه على اللاعبين باحترامه لنفسه. وارد جدا ان اسامه نبيه ممكن يقود المهمه، بس يمكن خلينا نتكلم برضو بشكل عادل ان عوامل المحيطه بمحمد يوسف تساعده على النجاح، انما عوامل التوتر في نادي الزمالك ومجلس الاداره والدخول في الانتخابات وايه اللي هيحصل، ويعني دي برضو بتاثر على المستحقات بالنسبه للاعبين، بتاثر على المدرب بطبيعه الحال. فهل اسامه نبيه مع التوتر ده ممكن يقدر ينجح في نادي الزمالك؟ دي بترجع اكيد لاسامه، انما ده ما قلتش منه كقدراته كمدير فني يعني مش عايز اسال اسئله تقليديه، عايز اروح بيها كابتن نادر. حضرتك لعبت في الاهلي ولعبت في الزمالك، في فروق ما بين الناديين؟ لا مفيش فروق ما بين الناديين. كل نادي ليه مشاكله، وكل نادي ليه ايجابياته، وكل نادي ليه سلبياته، وكل نادي ليه جماهيره. مين اللي بيقدر يأثر، مين اللي بيقدر يسيطر على المشاكل هو اللي بينجح. اي مكان في الدنيا زي بالظبط البني ادم الواحد، البشر عنده صفات سلبيه وصفات ايجابيه، كل ما يقدر يسيطر على الصفات السلبيه اللي عنده يقدر ان هو يظهر الصفات الايجابيه بقى، او امراض النفس بمعنى صح. نادي الزمالك نادي كبير جدا، فرق معايا جدا في انطلاقتي او في بدايه مشواري في كره القدم، كون ان انا اتحط في برواز نادي الزمالك، فده اداني انطلاقه كبيره جدا ان انا اكون حارس مرمى المنتخب مصر، سواء في الناشئين او في المنتخب الاول، ان انا احترف بره. صنعت جزء كبير جدا من تاريخي كلاعب.
في نادي الزمالك، مشاركتي في او وجودي في النادي الاهلي، ودي مباراه من المباريات الحقيقه اللي انا بعتز بيها في مشواري، سواء كان مع شوتنج ستارز او صفاقس التونسي او دي مع منتخب مصر. فهي النقطه كلها ايه؟ ان انا يعني يكفي ان انا حققت افضل حارس في افريقيا في البطوله دي اللي احنا شايفينها قدامنا في نادي الزمالك، وبعد كده احترفت. وجودي في النادي الاهلي كان رساله تانية، يعني اضافت لي على المستوى الادبي والمستوى الشخصي. الحقيقه الاحترام المتبادل ممكن يكون ان انا ما كانش ليا ما خدتش الفرصه ان انا اضيف كلاعب، انما انا ضفتها كلاعب خارج الملعب، واحنا كنا موجودين مع بعض. ان انا حطيت كل التاريخ بتاعي اللي انا عملته كلاعب ومكانتي في منتخب مصر في ايدين جمهور النادي الاهلي، لان انا ما لعبتش بشكل مستمر. يعني لقيت تقدير كبير جدا 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 من الجماهير تجاه الامر ده، فاضاف ليا مش كلاعب بقى، لان كلاعب ده انت بتلعب داخل الملعب، انما اضاف ليا كشخص على المستوى الادبي، واللي انا سعيد بيه جدا وبقدره جدا. يعني حتى لو ما لعبتش يا كابتن نادر في النادي الاهلي بشكل مستمر، ولكن وجودك كان قيمه كبيره داخل الفرقه ومدي تقل داخل الفرقه، لما الناس تشوف راجل حقق بطولات مع منتخب مصر، وزي ما قلت لك اللي انت حققت برضه انجازات مع نادي الزمالك، فكان ليك ثقل داخل النادي الاهلي. انا خليك كابتن شادي، ما هو ده النقطه، التبادل او تبادل التقدير مع الجمهور بالذات، لان الاهلي مش بس فقط لاعبين وجهاز فني واداره، انما قيمه النادي في جمهوره. فلما بلاقي التقدير الادبي ما بيني وما بين جمهور الاهلي الى الان، والتقدير الادبي الفني مع جمهور الزمالك اللي بعتز بيه بطولات اللي حققتها مع نادي الزمالك، وتاريخ مع الزمالك، والتاريخ الحاضر مع النادي الاهلي، الحقيقه بيديني شيء من الارتياح وفي نفس الوقت التقدير. يعني كابتن نادر، شفنا الاهداف اللي كانت متذاعه، صديت ضربات جزاء كتير، بس انت حظك حلو اللي انا ما شفتش عليك ضربه جزاء. لا شطت عليها واحده، لو انت فاكر. لا انا فاكر شطت عليها واحده وانا كانت في التمرين مع الكابتن محمود. دي كارثه، ده انا بعتبره يعني اكتر موقف كوميدي في تاريخ الكره المصريه والله يا كابتن نادر. فاكر ولا اللي هو قال لك ما شادي ما ينفعش تدخل على قال لي اسمع كلامي كويس جدا. فاكر قال لك اسمع كلامي، فقال لي وانا طبعا كنت لسه صغير، لسه داخل المنتخب بقاليش شهرين، قال لي اجري، جريت، قال لي حطيت الكوره وبعد كده رجعت. ايوه، فقال لك اللي انا بقول لك عليه اعمله. قلت له حاضر يا كابتن. فبيني وبينك لقيت انا كنت داخل بثقه، فبعد كده جالي حاله رعب غريبه جدا، ولقيت عضلاتي بتتقل، فالثقه راحت. فقال لي اللي اقول لك عليه اسمع. فقلت له حاضر يا كابتن محمود الله يرحمه. فقال لي اجري، جريت، اقف، اجري، الكوره بقت ورايا. قال لي شوط، قلت له شوط امتى؟ الكوره بقت ورايا يا كابتن. يعني خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نستكمل حوارنا الممتع مع نجمنا النهارده الكابتن نادر السيد. ورجعنا من تاني مع نجمنا النهارده الكابتن نادر السيد. يعني اصدقائنا على صفحتنا اخبار العاصمه مع الكابتن شادي محمد الفيسبوك باعتين اسئله مهمه جدا للكابتن نادر. خلينا ناخد سريعا يا كابتن نادر. عمر نجيب بيقول لحضرتك مين افضل حارس في مصر؟ ايه دلوقتي عامه بشكل عام يعني؟ مش فكره. في الفيومي الاهلاوي بيقول لحضرتك الاسباب الحقيقيه وراء رحيلك من قناه الاهلي. 3 أسباب. السبب الأولاني إن الدوري وقف بعد الأحداث بتاعت بورسعيد، وقف فترة طويلة جدا، فبالتالي خلاص يعني الارتباط بتاعي مع النادي الأهلي كان أو مع قناة الأهلي. في نفس الوقت كمان إن المشاركة السياسية بتاعتي أعتقد إن كان ليها دور في إن أنا ما كملش مع قناة الأهلي، لأن في الآخر كان في تضارب في الأمر. يعني ما ينفعش إن أنا يكون ليا رأي وطني وفي نفس الوقت كمان يحصل أحداث لازم أقول رأيي فيها او لازم ان انا اتكلم فيها. دي نقطه ثانيه. والنقطه الثانيه ان اعتقد ان الازمات الماليه اللي صاحبت كل القنوات وكل الانديه كان لها دور. فبالتالي دلوقتي حتى مثلا بقى في عدد قليل قوي من العاملين في القنوات بشكل عام وفي قناه الاهلي بشكل خاص. يعني صديقنا محمد ابراهيم برضو بيقول لحضرتك في انتخابات في النادي الاهلي وفي انتخابات في نادي الزمالك، لو حضرتك هتترشح مع مين؟ في الاهلي. مش ازاي بقى؟ لا، ما اصل الموضوع مش مرتبط بيا كلاعب. يعني الامر احنا في الاخر للاسف الشديد بنردد كلام عنصري واحنا مش واخدين بالنا. يعني انا
انا الاهلي او الزمالك هم كلهم تحت مظله واحده، هي مظله بلد، مظله مصر يعني. فان انت لما بتيجي تقول انا مستعد ان انا اتحمل المسؤوليه، ده لا مانع ابدا ان انت تتحمل المسؤوليه في نادي المحله او في نادي الاتحاد او في نادي كذا. انما الشيء العنصري اللي احنا بنأصله جوه نفسنا، ان انت ابن النادي وابن النادي وابن عم النادي وابن خاله النادي وابن كذا، الكلام ده ملوش اساس بالصحه. انت هل تقدر تقوم بالمسؤوليه؟ ما تقدرش تقوم بالمسؤوليه. هل الاجواء تساعدك على النجاح ولا لا؟ الانتخابات بشكل عام سواء كانت رياضيه او غير رياضيه، هي ان كل واحد بيرفع ايده وبيقول انا مستعد اتحمل المسؤوليه. النجاح في انك انت تنجز، مش النجاح انك انت تبقى مسؤول. فالمشكله بتبقى يعني مختلطه عند الناس. هل انت تقدر تنجح فين او تقدر تحقق نجاح فين؟ هو ده النجاح. انما ان انت تتولى المسؤوليه ده مش نجاح. يعني انت كابتن نازل هتنزل انت زي بالظبط سوري يا شادي، لا يعني زي بالظبط ما تيجي، ما انت بتيجي في التيم المدرب اختارك، ده نجاح؟ مش نجاح. لا طبعا. تكسب الماتش يبقى انت كده نجحت. فاهم؟ هو بالظبط الانتخابات كده يعني محمد رمضان محمد بيقول لك تفتكر النادي المصري هيلعب في الدوري السنه الجايه؟ لازم يلعب. ايه المشكله ان هو ما يلعبش في النادي في المشكله الاساسيه ان المسؤولين صعدوا الموضوع ما بين بورسعيد وما بين النادي الاهلي، واتكلمنا في الكلام ده من زمان. ان المشكله افرض الماتش ده اللي حصل فيه الاحداث اللي حصلت او الشهداء اللي ماتوا حصل ما بين الاهلي والمحله في استاد القاهره مثلا يعني، او اي نادي يعني، هتصعد المشكله ما بين مين ومين؟ معايا بورسعيد بلد مصريه محترمه وفيها ناس محترمين جدا وناس وطنيين جدا، ما نقدرش ابدا نقلل من وطنيتهم، انما لازم ان احنا نتصالح مع نفسنا عشان البلد كلها تتصالح. انما المسؤولين الحقيقه شادي لازم يعملوا دراما، فاهمني؟ يقول لك بقى والمصري وبورسعيد وفيلم وده مصيبه وده مشكله عشان يبان اهميته. انما هو لو تعامل مع الامر بشكل بسيط معايا وشكل فيه شفافيه، انما بيعمل دراما عشان يكون هو البطل. انما المصري يلعب في الدوري، ايه المشكله ان هو المصري يلعب في الدوري؟ انا بتكلم علشان في جزئيه كابتن نادر اللي لما بيجي حتى جامعه بتلعب هنا بتلاقي ما دي مشكله بقى، ما دي مشكله. انت الخطاب نفسه، الخطاب المسؤولين والخطاب الاعلامي هو اللي بيعمل الكلام ده. هو مرتعشه دايما، هو اللي بيعمل الكلام ده، لان هو ما عندوش مصداقيه ولا عنده شفافيه، فبالتالي ما بيقدرش ياخد قرار، فهو بيخاف. يعني معانا صديقنا مصطفى شهاب بيقول لك تتوقع مين يكون رئيس النادي الاهلي اللي جاي؟ الله اعلم، ده راي جمعيه عموميه يعني. انما الناس كلها محترمه جدا، وايا كان يتولى المسؤوليه نتمنى له النجاح. انما زي ما قلت في بدايه الكلام ايضا صديقنا بلال فايز بيقول لك الدوري هيكمل ولا مش هيكمل؟ لازم يكمل. يعني ايه الموانع ان هي ما تكملش الدوري؟ الا لو في حد قاصد او عايز ان ما يكملش الدوري، او بعض المسؤولين المتخوفين اللي ما يقدروش ياخدوا قرار او ما يقدروش يتحملوا مسؤوليه قرار معين، ان هو وعايز يعمل فيها بطل، فيقول لك ان انا ما اقدرش ضمن الاجواء ويعمل فيلم كبير جدا عشان يبين الاجواء متوتره وان هو راجل مهم بقى. هو كابتن ما قال لك الماتش اتاجل بتاع الجونه والاهلي عشان في مليونيه تجرد يوم الجمعه. يعني مليون التجرد، مليون التمرد، مليون كذا، مليون 30/6، دي مش قضيتك. لو انت فاكر كويس شادي ان حتى في الايام الاولى للثوره، وانا بعنيها الايام الاولى للثوره، ان او اللي هي من اول 18 لغايه 11 فبراير، او من اول 25 لحد 11 فبراير، ان الناس كلها كانت عايشه برضه طبيعي. يعني كانت مش معنى كده ان ده تجاهل الامر، انما لو بقى احنا هنوقف الكوره يبقى هنوقف الدراسه، يبقى هنوقف الطب، يعني هنوقف كل مؤسسات الدوله، عشان انت هو عايز يحس برضه باهميته اللي هو بياخد القرارات دي. طب خلينا نروح لصديقنا برضو مصطفى شرف بيقول لحضرتك اسباب فشل احتراف احمد رفعت. اتكلمنا في الموضوع ده. اتكلمنا فيها. مسؤولين من امبي الحقيقه ما عندهمش برضه، عندهم رعونه في القرار ومتخوفين، وبعدين في نفس الوقت كمان بيحاولوا ان هم زي ما قلت لك ان لا انا فاهم في كل حاجه. دي ما يقللش مني ان انا مش فاهم في الطب او في الهندسه او في ايا كان، بس ده مش مشكله. اسلام محمود بيقول لك شايف الدوري ازاي بدون جمهور؟ ما فيش كوره من غير جمهور. يعني الكوره اساسا اتعملت عشان يبقى فيها مشاركه للجمهور، انما كوره من غير جمهور اكنك يعني بتمثل في مسرح من غير جمهور. فدوافع اللعيب نفسها بتبقى انا شايف ان الفتره اللي فاتت في الماتشات اللي فاتت في الدوري ماتشات كانت جيده جدا وكويسه جدا ومستوى كويس جدا، جماهير. بس محتاجه جماهير يعني، وفي منافسه وفي تنافس وبتاع، بس محتاج جماهير. طب ما الوايت نايتس النهارده بيتكلم بيقول لك مكاني المدرج، التراس اهلاوي بيقول لك مكاني المدرج، وبعد كده حاسبني هم عايزين يرجعوا المدرج وبيقول لك هندخل. خلاص يرجعوا، ايه المشكله يعني؟ طب ما في المسؤولين اول ما بتجيب لهم سيره التراس او وايت نايتس بيعمل نفسه من السماء. خلاص يمشي.
المسؤول اللي هو مش قادر ياخد، مش قادر ان هو مش هو اصلا انت خلاص ما تلعبش كوره خالص بقى. لو انت مسؤول يا اما تمشي يا اما ما تلعبش كوره، انما ما ينفعش كوره من غير جمهور، او انك انت تطلع فيها بقى عنتر وتقول لا والكوره من غير جماهير والكوره كذا والكوره كذا. وممكن فيها حلول كتيره جدا، فيها حلول انك انت تبتدي بعدد قليل رغم ان هو عدد قليل زي عدد كتير يعني، او انك انت المباريات اللي هتتلعب مثلا الاهلي راح يلعب في المحله مثلا ما يروحش جمهور الاهلي بس